الاهلي قصاد الاهلي اللي عنده زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، مروان عطيه، انما عنده نجوم. فانا هخليه لما بقول ده يقابل الفريق ده، هو هيقابل الفريق ده. فانا عارف هو انا عارف ان الماتش ده اهلاوي 50-50. فلو هو كسب انا هطلع اقول انا اللي جبته وافخر بيه، ولو هو خسر هلبسه اللي جبته. وكمان الماتش ده ايه قبل توقف ده، فهيفضل حوار بيتكلم مع احمد عبد الرؤوف والزمالك والاهلي. هو لو خسر انا هلبسه اللي كان الاعلام كله يركز في كل حاجه، يركز اللي هو خسر. اما انا غلطان ان انا جبت ودخلته في الوقت ده، لا من ده يا عم، هو من الشهر ده نشوف على الصفقات. انت في الصفقات اسبوعين هتجيب 60 صفقه، هتجيب 60 صفقه. والصفقه دي ينجح فيها ايه؟ لو نجح فيها واحد افضل. انت جبت عمر نصر، احمد شيكو بنز، جبت لعيبه كتير. مين اللي نجح؟ واحد فين هو. بالنسبه لي هو لسه ما اثبتش ان هو احنا لسه مش نص الموسم، بس هو ايه بقدم مستوى حلو، مقدم مستوى طيب. لكن هل انت كزمالك عملت في لاعب عمل حاجه؟ لا. لا يعني كصفقات مش عارف تجيب صفقه. ك كمدربين مش عارف. ما تقوليش اصل مرتضى منصور مش مرتضى منصور، ماليش دعوه. انت كمجلس اداره شلت، هتحمل المسؤوليه. زي ما انا اديلك اللي انت تتحمل المسؤوليه لازم تتحمل المسؤوليه. انا اديلك اللي انت تتحمل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه. والزمالك من جواه برضه بيعمل حاجات بايظه جدا. الملف المسؤول عن التعهد جه اللي هو في شهر واحد سنه، راح عمل ايه؟ قال لك احنا ايه هنغير المجلس بتاع التقرير. جبنا ايه؟ جبنا ميدو، حازم امام، هيثم فاروق، جبنا التلاته دول. بعدها بثلاث شهور مشوه، جابوا جون اوتو. فده برضه حاجه، لما الزمالك جوه في الاداره بيحصل له كذا. كمان جت الاداره كلها احدث. حتى محمد صبري لما مات مجلس اداره الزمالك ما فيش واحد حضر. الاهلي اللي هو اللي انت بتقعد تشتمه ده، وتحاول تخلي الجمهور يشتم الاهلي والكلام ده، بعت على الاقل ثلاثه. بص يعني ده هو شويه عبث. الزمالك اداره الزمالك بتقدم عبث قوي، بتلبس اي حد ما عدا هي. المشكله هم المهم ان المشكله ما تبقاش فيهم هم يطلعوا اي حد المشكله، لكن انا ما اطلعش المشكله. يا ابني في وقفه سخطيه، في صفقات ما بتأديش سخطيه، دوري سخطيه ايه ده؟ فيجي ماتش السوبر حد يعمل حاجه من اللي زيزو ما يسال، ايه ده زيزو ما يسالش؟ لا خلاص ده احنا نطلع بقى. ازاي يجي لعيب بتعمل كده ويرجع بقى ويعمل ويمين وشمال والكلام ده؟ طب يا عم عندك صفقات